السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معانا قصة جديدة. قصة النهاردة بعنوان شاليه الظلام. بس قبل ما نبدأ متنساش تصلي على الحبيب في الكومنتات، وتعمل لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس يلا بينا نبدأ. بسم الله. انا حسام، طالب في كلية الألسن. يوم السبت 1 ديسمبر رحت انا والشله بتاعتي شاليه كده في شرم الشيخ، عشان واحد من شلتي خطيبته عملت حادثه وماتت. كانت حالته وحشه فقررنا كلنا نروح هناك عشان نغير جو وينسى، على امل انه هينسى او على امل اننا كلنا نرتاح. الشله بتاعتي دي مكونه من 4 طلاب اللي هم احمد، علي، ملك، ومي. كانوا شله مجانين، ولكننا كنا متفقين جدا في الدراسه، ومع ذلك كنا بنعشق المغامره. النهارده السبت وانا والشله اتجمعنا وركبنا العربيه بتاعت علي. رحنا الشاليه اللي المفروض انه بتاع واحد زميلنا خامس، بس هو ما قدرش يجي عشان حصلت له ظروف، ولكنه اعتذر وقال انا مش هقدر اروح، بس المفاتيح بتاعت الشرايط. روحوا قضوا وقتكم واستمتعوا براحتكم. بالفعل ركبنا العربيه كلنا واتحركنا من القاهره. وبعد رحله مش هقول صعبه بس متعبه الى حد ما، وصلنا الشاليه. دخلنا الشاليه وطبعا حطينا الشنط والاكل والشرب كل ده، وبعدها بدأنا رحلة ترتيب الشنط ونفتحها ونحط كل حاجة في مكانها. وكل واحد فينا اختار أوضة من أوض الشاليه تبقى ليه هو لوحده. والأوضة كانت كالتالي: الدور الأول مفهوش ولا أوضة، لكنه عبارة عن صالة أو زي ما بيقولوا ريسبشن كبير قوي في المطبخ والحمام العام. الدور التاني عبارة عن 4 أوض، والدور التالت فيه 4 أوض زي الدور التاني بالظبط. لكن الدور التالت كان كل الأوض كانت مفتوحة عادي ما عدا أوضة واحدة بس حاولنا نفتحها للفضول مش أكتر، لكننا ما فتحناش. طبعا احنا في أي وقت تاني احنا في أي وقت تاني كنا كسرنا الباب وحاولنا نرضي فضولنا، لكننا ما حاولناش نعمل كده، لأن الشاليه ده مش بتاعنا. ثانيا بقى لأن أحمد كان في حالة حزينة متقمصانا كلنا، خلتنا نحس بإحساس فتور شوية. النهاردة الأحد، الجو بيدل على أمطار وبرق ورعد، احتمال نوى كمان. ما هو أصلنا في الشتاء. اليوم ده مش فاكر إننا عملنا فيه حاجة ولا حتى قعدنا على الشاطئ، لأن كان يوم مفيهوش أي شمس من الأساس. بعد ما اتعشينا كانت الساعة 12 بالليل، قررنا إننا هندخل ننام. كل واحد فينا دخل الأوضة بتاعته. الدور التاني والأوضة رقم 1 بالتحديد فيها مي، الأوضة رقم 2 فيها ملك، الأوضة رقم 3 فيها أحمد، الأوضة رقم 4 فيها علي، والدور التالت والأوضة رقم 3 فيها أنا، لأن الأوضة رقم 1 كانت مقفولة زي ما قلت لكم. الأوضتين التانيين ما كانش فيهم شبابيك واستحالة أنام فيهم طبعا. الموضوع مرعب وغريب إنهم كلهم يناموا في دور وأنا في دور فاضي مفيهوش حد. لكني عملت نفسي شجيع السما بقى وقلت إيه يعني هيحصل إيه؟ مش هيطلع لي يعني أبو رجل مسلخة وياكلني؟ وبعدين هيحصل إيه؟ ما هو الشاليه مليان ناس. المهم طلعت الدور التالت، دخلت الأوضة ورميت الموبايل بتاعي على كرسي كان جنب الباب، ونمت على السرير نوم عميق وكأني بقالي سنة ما نمتش. مش عارف أنا جبت حالة العشق للنوم ده منين. دلوقتي الساعة 3 الصبح، الشاليه كله كان ضلمة. أنا فاكر لما طلعت الأوضة كانوا كلهم نايمين. الأوضة ك... نايمين والأوضة ضلمة لكن مش الشاليه كله يعني. أنا بصراحة اتخضيت وقمت مفزوع. رحت للباب وأنا بلمس كل حاجة قدامي عشان أقدر أوصل للموبايل وأشغل الكشاف، لكن الموبايل نفسه عرفني عن مكانه. لما نور لقيته فجأة بينور ويطفي. أكيد حد بيتصل، أمال يعني إيه الموبايل بينور ويطفي لوحده يعني؟ أنا تابعت الضوء بالفعل ووصلت للموبايل، لقيت فعلا في رقم غريب بيرن. أنا فتحت لكن محدش رد. قفلت الموبايل لكنه رن تاني، والحمد لله إنه كان صامت، لأني لو كان مش صامت كان زماني واقع في جلدي. طبعا صوت خض، صوت مرعب، صوت أيا كان لو هو مش مرعب حتى في الضلمة في الأجواء اللي أنا فيها ده يخليني أتبول على نفسي. فتحت ورديت وقلت الو. محدش رد. سكت وقلت تاني الو، برضو محدش بيرد، لكن حاسس ان في حد بيتنفس في التليفون. بس قفلته وبعدها على طول لقيت نفس الرقم بعتلي رسالة. الرسالة كانت غريبة قوي. كل المكتوب كان عبارة عن جملة واحدة و4 أرقام، والنص كان كالتالي: اقرب يا حسام قبل فوات الأوان، 2 3 4 1. طبعا انا ما فهمتش حاجة وقلت ايه الجنان ده وايه الرقم الغريب ده؟ ده الوهلة تحسه رقم غرفة من غرف الفنادق، او رقم مسابقة من المسابقات العجيبة اللي بتبقى في التلفزيون. لكن انا بصيت للرقم وتأملته، لقيت ان الارقام نفس الارقام الاوض بتاعتنا، لكن مش بالترتيب خالص. مش عارف ليه فكرة
فكرت في الفكرة دي لكني فتحت الكشاف ونزلت الدور التاني. طبيعي لما يكون معاك حد في الشاليه هتلاقيهم صحوا بسبب النور اللي اتطفى فجأة والأصوات اللي هديت فجأة، لكن اللي حصل أنا نزلت ولقيت الدنيا هادية أكتر من اللازم. وكمان الأغرب من كل ده إني نزلت وما لقيتش حد في الدور التاني نهائي. دورت أوضة أوضة ونادي عليهم بس الأبواب كانت مفتوحة كلها، ولما دخلت الأوض ما لقيتش أي حد نهائي. قلت يمكن في حد في الدور الأرضي، وبالفعل نزلت ما لقيتش حد برضه. دورت في المطبخ، دورت في الحمام، ما سبتش حته في الشاليه ما لقيتهاش، ما دورتش فيها. ايه بقى التهريج ده؟ هما بيعملوا فيها مقلب ولا ايه؟ انا عارف ان هما بيشوقوا المقالب، بس احنا هنا عشان احمد والكل حزين بسبب خطيبته، يعني مفيش فرصه ان حد يعمل فيها مقلب سخيف زي ده. انا قررت اخرج بره واشوف في ايه. بالفعل خرجت ما لقيتش حد، وكأن الشاليه بالقريه نفسها اختفوا فجاه. طبعا افترض ان اصحابي فجاه لوحدهم خرجوا كلهم وما قالوش ولا صحوني. نفترض ان الناس نايمه في الشاليهات. نفترض كمان ان انا لوحدي في الشاليه، لكن على الاقل هيبقى في نور هنا او هناك، او في حد سهران يعمل حاجه. لكن انا حسيت اني في صحراء حرفيا، ولا نور ولا ناس ولا حتى حيوان، لدرجه ان حسيت الاسماك اللي في البحر نفسها هجرت هي كمان. فضلت ادور على صحابي لكن يظهر انهم بجد اختفوا. عشان كده اتصلت بارقامهم ما لقيتش اي تليفون مفتوح. كل ما اتصل بتليفون حد فيهم يقول لي الموبايل المغلق. طب وبعدين؟ انا سكت وقعدت على الرمله وتاملت الضلمه والصحراء اللي حواليا. بس فجاه النور جه. قمت جريت على الشاليه، وقبل ما ادخله لقيت ولد وبنت بيلعبوا تنس. مش الغريب انهم بيلعبوا تنس الساعه 3:30 الفجر، بس الغريب انهم يظهروا فجاه من شويه. الضلمه ما كانش في حد نهائي. انا زي ما بقول كده طنشت، انا زي ما بيقولوا كده طنشت. دخلت الشاليه، طلعت فوق الدور التاني وانا عايز افهم في ايه. دخلت الشاليه، طلعت الدور التاني، لكن لقيت كل الاوض مقفوله ما عدا اوضه واحده. كانت الاوضه رقم 2 اللي نايمه فيها ملك. بصراحه اتكسفت واحرجت ان ابص، يعني دي بنت عيب ابص على الاوضه بتاعتها، لكني اتنحنحت كده بصوت عالي عشان تسمعني. لكن واضح ان الاوضه كانت فاضيه، بس الاوضه التانية كانت مقفوله كلها. ورحت لاوضه احمد وخبطت على الباب، وبعد شويه سمعته بيقول واحد بصوت واحد نايم قايم من النوم غصب عنه: ده مين الرخم اللي بيخبط طن دلوقتي ده؟ لقيته فتح الباب بنظره عصبيه وبيقول لي: انا عارف انك جبان وخايف، بس ما حدش قال لك اعمل فيها شجاع السيما وروح بات في الدور كله لوحدك. بصيت له. انا مش فاهم حاجه، هو بيتكلم عن ايه؟ انا كنت من شويه بره وهو هما اللي ما كانوش موجودين. انا المفروض ازعق واتكلم وهو جاي يقول لي كلام مش مفهوم. وبعدين ايه حكايه اني خايف انام لوحدي واني خبطت اكتر من مره دي؟ انا اول مره اخبط دلوقتي. بصيت له وقلت له: انت يا ابني اتجننت؟ انا من شويه قمت وما لقيتش حد في الشاليه، وتقريبا القريه كلها اختفت، وفجاه النور قطع في كل القريه، ولما جه لقيتكم هنا. انت بقى تفسر لي ده بايه؟ لقيته استغرب وقال: انا ما اتنقلتش من السرير والنور ما قطعش لان علي فضل سهران طوال الليل ولسه دخل ينام من 5 دقايق علشان حضرتك من الساعه 1 لغايه الساعه 3. انت كل شويه تخبط على بابي وتقول لي في راجل فوق مش راضي يمشي. انا طلعت وما لقيتش حاجه، ولكن انت خبطت على بابي 8 مرات وقلت لي في راجل فوق مش عاوز يمشي. انا كنت متنرفز ومتعصب اكتر من اندهاشي بكلامه، وقلت له: انت بتستهبل؟ يعني ايه اقول لك في راجل فوق وانا عيل صغير يا ابني؟ لقيته خدني من ايدي كده وراح لاوضه علي وخبط على الباب، ولقيته علي فتح. طبعا ما الا مش فايته يا حسام. الراجل ده عمل لك ايه المره دي؟ بصيت له وكنت حاسس ان بجد هقتلهم هما الاتنين بسبب معاملة السخريه والتهكم اللي في عيونهم في نبرة صوتهم. سبت ايد احمد بعنف وقلت له: اوعى. بص لي باستغراب وقال لي: انا عملت لك ايه؟ لكن انا ما ردتش لاني كنت مركز في حاجه تانية تماما، وكنت مركز في اوضه ملك. الاوضه كلها كانت غريبه. وبس كده تكون انتهت الجزء الاول. ان شاء الله بكره هينزل الجزء التاني. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس، سلام.
الجبال من نظرة غل أو حاسد. بالذكر يا ربي مأمانا من الديار ومن سكن من سوء صاب ومهلكا فوق الأرقام والعدد. مدد يا ربي مدد 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 حاصل وسند مدد في العاليات وما علا من شر بالمس اعتلى قلب وبالراس تمتلى من رحم السوء بالولا من ظاهر من أسفل من آخر وأول مسحور ضعفا مبتدئ يتلو الحروف على الهدف. وبذكر سليمان ارتقى ومسخر للتفرقة حين السلم والمعركة وبسيف الذكر قد شفى وبدم في النبض ارتوى حين استمع لمن غوى في النخل ومن حب النوى حين الضباب وفي الصافا. مدد يا ربي مدد 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 حاصل وسند مدد في العاليات وما علا من شر بالمس اعتلى قلب وبالراس تمتلى من رحم السوء بالولا من ظاهر من أسفل من آخر وأول مسحور ضعفا مبتدئ يتلو الحروف على الهدف. وآيات الله قصد الجامع لمن سامع نصا يعطي مدد يا رب ولن يضيع ترحابك كل من أتى وبعز من رفع السماء وأضاء الكون في الغمى العين تبصر في العمى من مجد المولى مجللا. مدد يا ربي مدد 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 حاصل وسند مدد في العاليات وما علا من شر بالمس اعتلى قلب وبالراس تمتلى من رحم السوء بالولا من ظاهر من أسفل من آخر وأول مسحور ضعفا مبتدئ يتلو الحروف على الهدف في العاليات وما علا من شر بالمس اعتلى قلب وبالراس تمتلى من رحم السوء